السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد، ونبدأ مباشرة بآخر الأخبار. إذن البارحة تم نشر قائمة المنتخب الوطني المشاركة في كان إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار، ولكن ما شد انتباهي هو تعليق ميشيل أوليز في المنشور الخاص بالفاف، حيث كما تشاهدون في الصورة ميشيل أوليز راهو علق، ولكن عجبني التعليق نتاع السيد اللي تما ريبوندا على التعليق نتاعو. لكن الفائدة نتاعنا هي أنه ميشيل أوليز قد علق على هذا المنشور، علق على القائمة. نتمنى أنه تكون إيحاءات أنه ممكن أنه ينضم إلى المنتخب الوطني، لأنه المرة الماضية ياسر العروسي قد وضح بشأن الستوري نتاعو، واللي كان فيها كتب نحن ننتظر ميشيل أوليز، وقال بأنه ما هي إلا ستوري لإثارة أوليز. الآن راهو علق، ونتمنى أنه يبدأ في التفكير الجدي بالالتحاق بالمنتخب الوطني، لأنه رانا نحتاجوه في المنصب، لأنه راهو يلعب نسخة طبق الأصل من رياض محرز في نفس المكان في نفس البوست، واللي هو على الجهة اليمنى كجناح، يعني راهو يلعب في الهجوم، نحتاجوه بشدة. إن شاء الله أنه يكون هذا التعليق اللي راكم تشوفوا فيه يعني بشارة خير على أنه راح ينضم للمنتخب الوطني. نفوت معكم إلى خبر آخر، وهو عن انتقال بن سبعيني إلى مانشستر يونايتد. يعني هو في التصريحات نتاعو الأخيرة اللي راكم تشوفوا فيها، دركم نقراها. إذن رامي بن سبعيني هدفي دائما هو التحسن والوصول إلى أبعد نقطة، لهذا السبب أحاول دائما اختيار أندية أكبر من تلك التي كنت فيها من قبل. رامي: بالنسبة للذهاب لليونايتد أنا أتقدم في السن، لكننا سنرى ما سيحدث إن شاء الله. أظن بأنه هذا التصريح الأخير واللي هو بالنسبة للذهاب إلى اليونايتد، أنا أتقدم في السن لكننا سنرى، أظن بأنه كان عنده يعني عروض من اليونايتد. لا ندري، أنا ما قريت حتى خبر من موقع رسمي ولا من موقع موثوق ولا حتى أنه تنقلوا يعني شبكة موثوقة حول رامي بن سبعيني. لا، ما على باليش، أنا اللي ما طلعتش، ولا الخبر هذا يعني كاين عند رامي وفقط، لا أدري. هذه أنا جاتني شغل جديدة، لأنه ولا واحد هضر على رامي بن سبعيني أنه سوف يتوجه إلى اليونايتد، بالرغم من أنه راح يواجه شوية صعوبات في ناديه الآن واللي هو بروسيا دورتموند، لكن إن شاء الله تكون كما قال هو في التصريحات نتاعو، لأنه الآن اللاعب راهو في طريق في التقدم إلى السن، وإن شاء الله ينتقل إلى نادي آخر، لأنه على حساب كيفاه يقول لك هو أنا دائما أتطلع إلى يعني نادي أكبر، يعني عنده طموحات. إن شاء الله برك يوصل إلى واش بغى، وإن شاء الله ينتقل إلى اليونايتد. في خبر آخر، وهو مباريات الدور الأول من كأس إفريقيا المنقولة عبر القناة الجزائرية الأرضية. عندنا ساحل العاج في غينيا بيساو، الجزائر أنغولا، ساحل العاج نيجيريا، مصر، غانا، السنغال، الكاميرون، الجزائر، بوركينا فاسو، والجزائر، موريتانيا. إذن هذه المباريات سوف تنقل على القناة الأرضية الجزائرية، لأنه كما أسلفنا الذكر وكما صرحت وكما يعني نشر التلفزيون الجزائري أنه سوف يقوم بنقل 17 مباراة من الكان، فهنيئا لنا بمتابعة الكان على القناة الأرضية. إن شاء الله برك يكون التعليق في المستوى. ونختم الفيديو تاعنا بتصريحات الدولي الجزائري ياسر العروسي، حيث صرح في لموقع لافاغ فير، حيث قال: في 2019 اللاعبون تحلوا بعقلية المحاربين ونجحوا في العودة بالكأس من مصر. العروسي: أعتقد أن الجيل الحالي للمنتخب الوطني يمكنه أن يستلهم مما حدث في 2019 ويفعلها مجددا. إذا أتيحت لي فرصة المشاركة في الكأس سأبذل قصارى جهدي لبلوغ أقصى حد ممكن في هذه البطولة. علينا دخول هذه البطولة بقوة، وأن نتعامل مع كل مباراة على أنها النهائي.